سعد صباحكم بالخير والنور والسرور وطاعة الله وطاعة الرسول محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طقت أم العبيدة برياني دجاج. عندي 3 علوب فلفل والكاري. بسم الله. عندنا الزيت والسمن أنا مسوي. عندي البصل، زنجبيل وثوم. نزلت قطعة طماطة بشيلها أنا اللي باكل من فوق، طبعا ما وصلت للزيت. نحمسه ونرجع لكم بالفيديو الثاني. الصلاة على النبي. عندي الهيل الهندي والهيل العادي وكزبرة ومسمار والدارسين. ننزل البهارات ونحط الزنجبيل والثوم. تطلع ريحة الثوم ننزل الطماط كزبرة أو بقدونس، وهو الأفضل الكزبرة. ننزل الطماط شرايح، يعني عليه بالعافية. الدجاج بس ملح، نشفته من الماي، ملح خشن. 700 جرام الدجاجة خليها نقلبها على الوجه والوجه الثاني. بهارات البرياني، تقريبا قريب الملعقة وشوي، نص ربع باكت يعني، ما حطيتها كامل. علينا وعليكم بألف عافية. بقلب الدجاجة على الوجه الثاني. حطيت الكزبرة أو البقدونس مثل ما قلت، يفضل انها تكون الكزبرة على نار متوسطة. نجهز الماي علشان الريحة. لو تسمعون، طبعا انتم ما تشمون، لو تسمعون الريحة ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. علينا وعليكم بألف عافية. اللون اللي نبيه. نضيف بالصلاة على النبي ماي ونسوي الدجاج. وعلينا وعليكم بألف عافية. وعدنا إليكم والعود أحمد والصلاة على النبي محمد. شغلنا الحين نضيف الرز. طبعا في ناس تشخله تسوي الرز مشروب، أنا لا، بحطه كامل فوقه. أبي أستفيد من الماي اللي فيه هنا فالرز. نكمل وآخر شيء نحط الصبغة. وبالصلاة على النبي نزلنا الرز. شفت اللون اللي عجبه؟ الصلاة على النبي.
لون الزعفران وصفار البيض، ونحط البصل المقلي نصغر عليه ونخليه. وعلينا وعليكم بألف عافية. 20 دقيقة وناكل. بسم الله ما شاء الله. حطيت فيها شوي مكسرات. الحين نشيل البصل نحطه على جنب والمكسرات. شوف الرز صلاة على النبي. اسمع يا حبيبي. الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. هذا بريانينا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الدجاج بسم الله تبارك الرحمن. بسم الله علي وعليكم بألف عافية. لونه عجبه حلو. بسم الله.